بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 29 من دروس شرح متن ابن عاشر رحمه الله. هذه الدرس عدان نهضر في صلاة الجنازة، ولكن نبدأ في نقطة أساسية وهي الاستعداد للموت من باب التذكير السريع. استعداد للموت، كلنا ميتون، ربي قال كل من عليها فان، فالموت إذن محتوم على كل الكائنات. ربي قال ولكل أجل كتاب. مادام الموت حق لا بد من الاستعداد له بالتوبة وبالطاعات والقربات والباقيات الصالحات، لقوله تعالى في سورة الكهف في الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مادام نمث يقينا مالا نهجي آوين ذي التوبة تمزوروث أو ذي الطاعات ذي القربات تظلي ذي رمضان ذي العاشور ذي العمل الخيري إلى آخره. هذا فصلناه. النقطة الثانية تحدثنا عن تغسيل الميت. قلنا بله هو فرض كفاية، هو فرض كفاية على الأحياء، معناه من حقوق الميت على الحي تغسيله. الميت يحواج يتسلساغ أثن الزيزدي، والمسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ليلقى الله طاهرا. هذا يتسلساغ أثن الزيزدي وسنسلسل بساثة شبحانة الكفن، ويتسلساغ أنزل في الله صلاة الجنازة، ويتسلساغ أثن نطل هذا باش يدي قبل ربي أزدي. هذا شرحناه الدرس اللي فات. النقطة الثالثة اللي شرحناها صلاة الجنازة، قلنا هي فرض كفاية. فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. هذا أيضا شرحناه. لأن الشروطين شرحناها. أركانها الناد الناظم ذكر 4 أركان. قال فصل: و5 صلوات فرض عين. يفقنا باللي الصلوات ال5 يعني الظهر العصر المغرب العشاء الصبح أو الفجر. بدأت بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت، ولكن لا حرج أن نبدأ بالصبح لأن النهار يبدأ بالصبح. الفجر الظهر العصر المغرب العشاء. ومثلا الظهر معلش، الظهر سميت بالظهر لسببين: الأول لأنها تصلى في الظهيرة ظلا في طهور وقت طهور. السبب الثاني لأنها أول صلاة ظهرت اللي صلاها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. تظل ثم زوروث يقزول سيدنا جبريل أكد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهي كفاية وهي كفاية لميت دون مين. وبعدين في البيت رقم 142 الأول 141 هذا 142: فروضها التكبير 4 دعاء ونية سلام سر تبعا. هكذا قال المصنف ابن عاشر. نكون في الترتيب نقولوا الركن الأول هو النية، ذنية سمزوروث ماشي التكبير، ولكن ذاكي لضرورة الشعرية هو حر. المصنف ممكن يقدم أو يؤخر، ولكن الترتيب معتبر. نسيد فروضها، يعني يهضر في الفروض من صلاة الجنازة. الفرض الأول النية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. الفرض والسين التكبير، نقولوا الله أكبر، ولكن أدسنت يعني نخدم 4 تكبيرات. 4 التكبير 4، هذا ركن 4 تكبيرات كما شرحنا في الدرس السابق. وبعدين دعاء معنى بعد كل تكبير، عقب كل تكبير دعاء.
هذا هو الثابت في الفقه المالكي. وقلنا لكم سادتي أن هناك من أصول المالكية مراعاة الخلاف. لذلك اللي صلى بعد كل تكبيرة يدير الدعاء الميت وأقل اللهم اغفر له وارحمه، الله يبارك بعد كل تكبيرة. وما إلا مراعاة الخلاف أدي سورة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، هذا يجوز بعد التكبيرة الأولى دير سورة الفاتحة. بعد التكبيرة الثانية الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد إلى آخر الصلاة الإبراهيمية. بعد التكبيرة الثالثة والرابعة دعاء للميت ودعاء لنا، وتعرفوا الأدعية وقد أشرنا إلى ذلك. وبعدين سلام سر، شو دينا؟ سلام سر تبع يكون سرا في حق المأمومين، ولكن في حق الإمام لا يسمع من يليه. الإمام كي يكمل صلاة الجنازة وين على بالنا لازم يقول السلام عليكم، لازم يسلم جهرا. ماذا نكوني المأمومين نصلي يعني نسلم سر. طبعا فات الناظم كما قال العلماء أن يذكر ركن آخر وهو القيام لها. معناه لازم صلاة الجنازة تؤدى قياما، ماشي سيغيمي للعاجز للمريض، ولكن القيام فرض في حق القادر عليه. وقد يزمرنا كهذا الظلن سيفدي سوى الدوذ مذهون الزميرة لا يزمر ذي الظل استغيميت. هذا كله ذكرنا المرة اللي فاتت، وأشرنا الآن إلى المتم هذا 141 142. الآن نروح مع الدرس رقم 20 نبدأ في حسب الترتيب الذي ورد في البيت رقم 144. طيب فقط في البيت 143 شو دينا المصنف يد وكالصلاة الغسل دفن وكفن. علاش قال هكذا في الشطر الأول من البيت رقم 143؟ وكالصلاة الغسل دفن وكفن. وش معنى وكالصلاة؟ المعنى غسل الميت دفنه كفنه كالصلاة في الحكم، هذا هو التقدير، كالصلاة في الحكم. وصلاة الجنازة حكمها إيه؟ فرض كفاية. إذن النتيجة طبقا لهذا البيت الشطر الأول من البيت رقم 143 وكالصلاة الغسل دفن وكفن. معنى حكم الغسل فرض كفاية، وحكم الدفن الكفن فرض كفاية، وحكم الدفن فرض كفاية. كل ذلك فرض كفاية كالصلاة، صلاة الجنازة فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ما إلا الظلم نشرب برفاع في الجنازة ونسار دلوفة كمان لا ماشي لا كنزل ياك، أما ذا بي كنزل في لاصاطاس نكون يسعى على جر نشرح في الدرس نعدل ونسيسعى الفايدة. ذا كيف الغسل ماشي كل الناس يغسل الميت أو قد يلان. ذا شو نبهنا إخواننا الكرام إلى ضرورة التعلم، ما يبقاش غسل الميت مقصورا على بعض الناس فقط يعرفون في الحي أو في المدينة أو في القرية وفقط. لا، لازم الناس تتعلم، وفي خير كثير وفي أجر كبير. هذا الخطاب موجه للرجال بالنسبة لموت الرجال، وللنساء بالنسبة للنساء، يعني اللائي يلحقن بالرفيق الأعلى. بعدين واش قال الناظم في البيت الشطر الثاني من البيت 143؟ وترن، ويجوز باش نقولوا وترن إما بفتح الواو الوتر أو الوتر، كلاهما صحيح. وتر كسوف عيد جابهم هكذا استسقاء، وبعدين سنن، استسقاء سنن. لذلك نشرع الآن في بيان هذه الأحكام
واحدة واحدة. نبدأ بالصلوات المسنونة. والسنن المؤكدة 5. السنن المؤكدة 5 على رأسها الوتر، وبعدين صلاة العيدين، وبعدين يعني بعد الوتر يأتي العيدان، الكسوف والاستسقاء في صلاة. إذن العيد الأضحى والصفي 3، إذن الوتر وعيد الفطر وعيد الأضحى والكسوف والاستسقاء. هذه هي السنن المؤكدة، تسمى السنن الخمس المؤكدة. نبدأ بصلاة الوتر مراعاة للترتيب الذي ذكره المصنف ابن عاشر رحمه الله. صلاة الوتر أولا، معنى الوتر. الوتر إما تقال بالفتحة بفتح الواو أو بكسرها، نقول وتر صحيحة، وتر صحيحة، وجمعها أوتار، أوتار، جمعها أوتار. هذه بالنسبة للجانب اللغوي. وكلمة الوتر في اللغة المعجمية تفيد الفرد، فكل شيء كان فردا فهو وتر. ربي سبحانه وتر، يون وحدس، الواحد وتر، ولكن الثلاثة وتر، الخمسة وتر، السبعة وتر، عندما لا يون زيادة وتر. لذلك بين قوسين في العول في علم الفرائض نقول هناك بعض الأصول تعول إلى شفعا ووترا. كي نقولوا شوف مثلا 12 تعول إلى 13، تعول هذه تعول وترا لا شفعا، وتر لا شفعا، معنى تعول إلى 13 إلى 15 إلى 17، هذه وتر لا شفعا. وتر معنى 13 وتر، 15 وتر، 17 وتر، معنى لا تعول إلى 14 مثلا، لا تعول إلى 16، ولكن الأصل 6 يعول شفعا ووترا. يعول إلى 7 هذا وتر، يعول إلى 8 وتر، يعول إلى 9، يعول إلى 8 شفع، يعول إلى 9 وتر، يعول إلى 10 شفع، وهكذا. هذه من العبارات اللطيفة في علم الفرائض. يقول لك بعض الأصول هناك أصل يعول من إلى شفعا ووترا، وهناك أصل يعول من إلى وتر لا شفعا. وهذه طريقة لطيفة جدا، طريقة حصرية باش الإنسان ما يغلطش. ربي قال والشفع والوتر، والشفع والوتر. صلاة الوتر هي ركعة واحدة، الأصل هي هذا، وتصلى بعد العشاء، ولكن وقتها تصلى بعد العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر إلى ما قبل الفجر، هذا وقتها، هذا وقتها، سيأتي البيان أكثر بعد حين. ثانيا فضل صلاة الوتر، الساعة فضلا مقران تصلي الوتر. ربما بعض الناس يغفلوا عليها، يصلي العشاء يقول لك يلا العشاء فرض، الباقي خليها الشفع الوتر، يقول لك فاقين ماشي هذا الفرض. إيه الوتر ماشي فرض ولكن سنة مؤكدة. درك نسمعوا الفضل نتاعها. حديث علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن الوتر ليس بحتم هكذا ولكن كصلاتكم مكتوبة. ولكن بعدين ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال. النبي عليه الصلاة والسلام يزول فصلت الوتر من بعد يناد واش قال؟ يا أهل القرآن أوتروا. إذ النبي صلى الله عليه وسلم شرفنا بهذا النداء، إشرفاء إمغدينا يا أهل القرآن، يعني إند أوتروا إفكد أمر، يعني أمره وفعله يؤكدان حكم صلاة الوتر، فهي سنة مؤكدة ليست كسائر السنن. فإن الله وتر يحب الوتر. الله أكبر. الحديث صحيح، أخرجه الأئمة، الإمام أبو داود، الإمام الترمذي، الإمام ابن ماجه، الإمام النسائي، وكل هؤلاء خرجوا هذا الحديث. إذن فإن الله وتر يحب الوتر. ربي يون وحدث لا شريك له، وحدث يحمل الوتر، تظلف من الوتر. طيب نروح نقطة ثالثا. ثالثا صفته، صفة صلاة الوتر.
الوتر كما قلنا ركعة واحدة، الوتر يثنى ركعة، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن رجلا قال يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ يوم برقازي سقسطان النبي عليه الصلاة والسلام إلى يسامح تظليت ندقياو، يعني تظليت نقيام قيام الليل. قال صلى الله عليه وسلم: مثنى مثنى، تظليت القيام الليل انزل سنات سنات، فما في رمضان ما كنت حصان انزل التراويح سنات نثورة يوم يخدم القيام. طبعا قيام الليل ماشي غير في رمضان، في رمضان الإنسان ينشط أكثر، ولكن الآن الإنسان يسجل حضوره في القيام، صلاة القيام، وهي أفضل صلاة بعد المكتوبات، كما تأكد ذلك في السنة النبوية المطهرة في أحاديث تترى كثيرة. في غادي الإنسان يكون عنده حظ من صلاة الليل، مادام هي أفضل الصلاة بعد المكتوبات بعد المفروضات. يونوها ربي هذه الساعة النصيب يسمى موريس انتظليث القيام قيام الليل أين ميزمر كي يسأل الحديث إن مثنى مثنى من كل سفر كعثة تسلمض فإذا خفت الصبح قاضض يبض تظليث من الصبح اللي هي الفريضة فأوتر بواحدة. هذا دليل ذكر في هذا المجال في بيان صفة صلاة الوتر في حديث ابن عمر رضي الله عنه. طبعا كي نقولوا ابن عمر معنى المقصود بذلك عبد الله بن عمر بن الخطاب، مثلا ابن عمرو المعنى يس عمرو بن العاص، ابن يعني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع. رابعا وقته، وقت صلاة الوتر. الوتر الحقيقة عنده وقتان، له وقت اختياري وله وقت ضروري، كما قلنا مثلا في صلاة الظهر سابقا. صلاة الظهر مثلا عندها وقت اختياري وقت ضروري، صلاة العصر كيف صلاة العشاء كيف. نبدأ ألف الوقت الاختياري يبدأ بعد صلاة العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر، هنا البداية، ويستمر الوقت الاختياري إلى طلوع الفجر الصادق. هذا هو كله وقت الاختياري، من بعد صلاة العشاء بعد مغيب الشفق الأحمر، هنا البداية، ويستمر إلى غاية طلوع الفجر الصادق. هذا النبي عليه الصلاة والسلام إناد في حديث ابن عمر أيضا إناد: اجعلوا آخر صلاتكم وترا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. الحديث خرجه الإمامان، الإمام مسلم والإمام البخاري. يعني اجعلوا آخر صلاتكم وترا، يعني جعل تظل ثنون، يعني ثيران تظل ثنون وترا، يعني ثلاث ركعة. الوقت الضروري هو وقت اختياري. الوقت الضروري يبدأ من طلوع الفجر الصادق إلى متى؟ إلى تمام أداء صلاة الصبح. زين مد يوضع الوقت خلاص يكفى الوقت. فإذا ضاق وقت الصبح كي نقول إلى تمام صلاة الصبح، فإذا ضاق وقت الصبح، وقت الصبح ضيق ولم يتسع إلا لركعتين، هنا اترك الوتر. إذا كان واحد ناض رقد هو ما صلاش الوتر، في نيته يقول نوض قبل الفجر ونصلي واش كتب ربي ونختمها بالوتر، ولكن رقد خلاص، رقد ما ناضش، وكي ناض غير كيتوضا شاف يشوف الساعة باللي بقى للشروق الشمس قيس ما يصلي ركعتين تاع الصبح، هنا ما يصليش الوتر يروح للفرض. وهذا لوجيك منطقي، تصلي الصبح هي الفريضة وما تصليش الوتر فهي السنة مؤكدة، ما عندكش خيار، ما عندكش لشوا، يضيق في الله هذا. فإذا خشي الصبح يعني إذا كان أما إذا اتسع، قال لك فإذا ضاق وقت الصبح، يعني وقت الصبح ضيق ولم يتسع إلا لركعتين قصر ركعتين،
قال لك الآن المسلم المصلي يترك صلاة الوتر، له ذلك. لماذا؟ ليدرك الفريضة وهي صلاة الصبح. أما إن اتسع الوقت لثلث أو 4 ركعات، إذا كانت تشوف تقدر باللي الوقت يسمح لك، صلي الوتر ركعة واحدة وزيد صلي صلاة الصبح. طيب، وطبعا فيه تفصيل من بعد. قال لك ولو كان صلاة الوتر ولو اقتصر على قراءة الفاتحة فقط، يعني الحرج مرفوع أن يقرأ سورة الفاتحة فقط. أما كنت زار من صلاة الفجر الرغيبة يعني تصلى بفاتحة وسورة، ولكن يجوز أن تصلى بفاتحة فقط بلا سورة. فصلاة الفجر يعني الرغيبة أتظل 2 ركعات الفاتحة وكذا ما تيسر تصلى سورة نص شيء من القرآن ما تيسر من القرآن. أما كنت يجوز تظل صلاة الفجر يعني الرغيبة يقصد هي السنة سورة الفاتحة كان واحد. صلاة الوتر يعني ما إلا الإنسان يخدم جمع التقديم بين المغرب والعشاء، أعتقد هذا ذكرناه، ولكن لا حرج في الإعادة. ما إلا الناس راحوا في سفر وبعدين صلوا المغرب، يجوز لهم تقديم العشاء فتصلى بعد المغرب جمع تقديم قصرا، يعني نصلي 3 ركعات نتاع المغرب ونزيدوا نصلي ركعتين تاع العشاء. والسؤال مطروح: هل نصلي صلاة الشفع والوتر؟ الجواب: لا تصلى الشفع والوتر إلا عند مغيب الشفق الأحمر. جمعت الفريضة. الرخصة خاصة بالفرض، لأنه الشفع والوتر عندك الوقت صليهم على 10 نتاع الليل، على 11، على 12، على 1، على 2، على 3، على 4، على 5، الله يبارك. لذلك من مغيب الشفق كي يدخل الشفق الأحمر صليهم. سمعتوا الجواب؟ فهمك. ولكن ما لا ينفي حرج الثانية يزري الحوغ العثاف وريث تفرى الوضوء أسين دغن درداو دغ الوضوء ذينا يجوز أثنتي قدم هكا جماعة الخير. هذا هو من الرخصة غادي الشرع كي يقولها هذا نمس فهم ولاش الإشكال. يلا ذكرنا ما استقر في المذهب المالكي، ولكن ذكرنا هذا الهامش مراعاة للخلاف، فالحرج إن شاء الله تعالى مرفوع. نعم تفضل. نعم نعم نعم. لا الآن عندك خيار، أعطيك الصح. هو ذوك إذا كان الوقت يسع ال5 ركعات صلي الوتر ولو بالفاتحة، كملت صلي الرغيبة اللي هي صلاة ومن قالوا كاين الفجر في السنة ركعتين ولو كان بالفاتحة الفاتحة، وبعدين ادخل في الصبح. ولكن إذا قدرت أنه بقى لك قصة ركعات صلي الوتر وصلي الصبح الفريضة الفجر خليها بعد الشروق، وذوك نفتح قوس فرضا جينا باش نصلي صلاة الصبح، كاين منا اللي صلى الفجر في دارو وكاين منا اللي ما صلاش، في بالو يدخل هنا ويصلي الرغيبة يعني الفجر السنة، وبعدين نقوم باش نصلي صلاة الجماعة. فرضا حنا دخلنا وما صليناش الفجر الرغيبة في الدار، والشيخ سمعنا الإقامة ولا لقيناه بدا في صلاة الصبح، واش نديرو هنا؟ ندخلوا معاه، ماشي نروحوا لهيه نقول نصلي الفجر رابيد وعلى بالي مثلا الشيخ يطول شويه في الصبح نديروا حسابنا سير نلحقوه. لا فات دخلت الحرمه نتاع الجامع انتهى، ادخل مع الامام فلا صلاه الا القائمه،
فلا صلاة إلا القائمة ندخلوا معاه. تفاهمين؟ كي نكملوا صلاة الصبح مع الشيخ الفريضة سلمنا معاه خلاص. والفجر في المذهب المالكي ما نصليوهاش، نخليوها إلى ما بعد شروق الشمس. ولكن عند الشافعية قال لك يجوز أن تؤدى بعد صلاة الصبح. فرات هاو فهمنا. وحنا دائما نقول لكم يا جماعة الخير نجتهدوا في اتباع المذهب المالكي تحقيقا للوحدة، للتقارب، للانسجام، للتناغم، تقديرا لهذه المرجعية الشرعية الفقهية في البلد في الوطن، كل هذا مطلوب. ولكن كاين ديزيكسيبسيون، فتاوى خاصة، يجي واحد يقول لك والله غير أنا لو كان بالك ما نصليهاش درك، يعني أنا راح مسافر والخدمة والوضوء، كل واحد عنده ظروفه. نقول أخويا خروج صليها بعد الصبح مباشرة وفرت وذمتك بريئة، لأنه ما خرجت عن الفقه الإسلامي. هنا دائما دائما نقول لكم إخواني الكرام لازم واحد يكون حاذق فاهم، يكون فاهم شاطر، يجتهد باش يلتزم بهذا المذهب. في حالة معينة يا خويا صلي، وكاين احيانا تكون في سفر يا خويا تكمل خلاص راك دخلت في الكاريه حصرها بقى على خير، ما بقاش كاع وقت يعني يسمى ما كاش، وبالك تخرج برك بعد ربع ساعه يروح لك الوضوء وين نستنى وقت الشروق وقت وبعدين راحت معناها راحت. يا خويا الاولى انك تاخذ بما استقر في المذهب الشافعي، هذا اولى وافضل واكمل واجمل أنك لا تصلي الفجر أصلا اللي هي الرغيبة تروح لك تماما وربما ما تلقاش وقت أو ربما تكون في حرج. ومما يدعم هذا الأمر القواعد العامة المستقرة في القرآن والسنة التي تدعو إلى التيسير ورفع الحرج. يعني مثل غرض الله يتكون الأحاديث اللي تمسلاين أو رفع الحرج، هذه من الأدلة يعتمد عليها. ربي وما جعل عليكم في الدين من حرج كل زري مانيس ملي ونظري ما نسبة اللي ممكن تجلمة الشروق بعد الشروق، وذلك أفضل يؤدي الرغيبة بعد الشروق. خامسا يعني عند حل الصلاة يعني بعد الشروق. خامسا مندوبات الوتر عندها مندوبات. من هذه المندوبات أمزوارو قراءة سورة الإخلاص والمعوذتين بعد الفاتحة، يعني أدي غرفنا تجي مندوب يعني مستحبة. بعد صلاة الوتر أدغر صوت الفاتحة، من بعد أدغر صوت الإخلاص قل هو الله أحد، وأدغر المعوذتين يعني قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. نمس فهم. وفي أحاديث في هذا الباب. على كل حال ذا غيلون الحديث حينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سقسوها قالوا لها صلاة الوتر كيفاش كان يصليها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت أمنا عائشة تجيب كان يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى. لكن فمعنى الشفع معناها أنه يوتر بثلاثة، وهذا أيضا نطلق عليهم كامل ثلاثة يسنفك الوتر. الثانية قل يا أيها الكافرون، وهكذا يفعل أئمتنا ركعتها مزورث ذي الشفعة دي غير سبح اسم ربك الأعلى. دار ذي التراويح أندار نظر بلي الشيخ دخل في الشفعة، خاطر كاين مساجد اللي ما يقولوش صح ولا ماشي صح، والشيخ نتاعنا راه يقول يعني انا نفضل يقول باش يهنينا. دي فوا واحد يقول لك انا نستنى الشيخ تاي ديماري ابري نشوف الا راه ليه في سوره الكهف ولا معناتها راه يكمل ما على باش شحال صلى. احنا في التراويح نزور 8 ركعات في كل ونزور شحال يزول الشيخ نغالا صافي مي ديماري كان كني نسى بالك تزال الشفاعة الوتر الشفاعة نكونوا نزرارة صافي ننتظر. والأولى كما يفعل مشايخنا
يقول صلاة الشفع هذا ما كان فيها ايه يعني، علاه تخلينا هكذا تايهين والله ما زرنا. نا واحد يغير النية، كاين يقول لك درك يا عجبة انا دخلت بالنية التراويح ودرك الشيخ يبدا سبح اسم ربك الاعلى صافي راه في الشفع يسكن نسلم ونعود، علاش نقلقوا الناس؟ قولوا السلام عليكم، قولوا ترفع الحرج عن الناس. إذن سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان يقرأ في الركعة الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة يعني هي الوتر بقل هو الله أحد والمعوذتين. وهكذا يفعل الكثير من أئمتنا في هذا الزمان، طبقا لحديث عائشة رضي الله عنها. اشفع ركعة مزور سبح اسم ربك الأعلى، ركعة في السنة نشفع قل يا أيها الكافرون، من بعد الوتر أدغر الفاتحة، أدير صلاة الإخلاص قل الله أحد، وديروا المعوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. المندوب أمزور ذوان، المندوب والسين الجهر بالقراءة لفعله صلى الله عليه وسلم، الجهر بالقراءة. طبعا صلاة الوتر هي من صلوات الليل، وقلنا بالصلوات النهار سرا، الظهر سرا، العصر سرا، الضحى سرا من السنن، الرواتب نتاع الظهر مثلا سرا، ولكن الصلوات الليلية تكون جهرا، وهذا الذي ينسجم مع جو الليل. إذن الجهر بالقراءة، ولكن إذا كان واحد صلاها سرا يجوز بس تصلي صلاة الوتر سرا لفعله صلى الله عليه وسلم. ثالثا تأخيره إلى آخر الليل، ولكن لمن غلب على ظنه الاستيقاظ، يعني فظل في الوتر أنا ذا بك أتيج بندم تسانك جاروث. وسمعت أحاديث كثيرة في هذا الباب، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، بمعنى اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا الحديث خرجه وأخرجه الإمام مسلم والإمام البخاري. إذن تأخيره إلى آخر الليل لمن غلب على ظنه الاستيقاظ. أي غردني غلب على ظنه، العبرة بغلبة الظن، ولاش وكسورين إلا وكسورين أي الله ثورا كنا نطص بالك النفس دينا هذا الظن الوتر بعد العشاء أكين يود كدك الفجر بركي للوياض ولفن العادة السنة كان غلب على ظنهم، وكذاكي الأفضل الوتر سجن في تنقاوث خاطر الحديث ناد اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. صافي جاب ربي هو واضح. في حديث جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف أن لا يقوم، قال النبي عليه الصلاة والسلام يحبنا وهو بنا رحيم، من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله. وين يقاذن ودي تنكرارا تيظل كان ذي الوقت بعد العشاء كان هذه يظل الشفاعة الوتر دايم. ومن طمع، شوف الحديث طمع باش الذكر ديال الخير من قيام الليل، أن يقوم آخره الذكر قبل الفجر فليوتر آخر الليل. خير هذه الوتر أسيج سنقاروث، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. الحديث خرجه الإمام مسلم رقم الحديث 755. سبحان الله، الصحابة عليهم الرضوان نجد الصنفين في الصحابة. يونس في مجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، أبو بكر الصديق صلى الوتر مباشرة بعد العشاء، عمر قالوا لا نصلي قبل الفجر. هذا ما كان، ما يعنيش باللي عمر عنده الإيمان كبير وأبو بكر الصديق ما عندوش إيمان كبير، لا ماشي قضية الإيمان، كل واحد ظروفه، هذا ما كان، تخليوه هكذا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، كل واحد منا يعرف نفسه يظهر مانيس. فيك تشوف منك القوة تنوض، فيك تقول إذا كان نضت في صلاة الفجر
يا حسرة. ومين كتكون الفجر على 6:30 تاع الصباح وكاين اللي يراتيها وتروح حتى 10 غير 4 نتاع الصباح. مفهوم؟ وربي يستر. اما الصلاه نتاع الفجر نتاع الصيف، على بالك وقتاش الفجر نتاع الصبح؟ صافي وقتاش نوض الفجر نتاع الصيف؟ 3:30. مش عارف واحد على بالكم في فرنسا وقتاش يصلوا صلاه الشفع، صلاه العشاء؟ جوت 11 ونص تاع الليل هكذا. 3 تأخيره إلى آخره خلاص. 4 المندوب يصير 4 أداء صلاة الوتر عقب صلاة الشفع. واش معناتها؟ أو عقب شفع، يعني هكذا أفضل. في حديث لأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر حق، فمن شاء فليوتر ب5. هو صلى 2 ركعات وزاد الشفع 2 ركعات وزاد الوتر، الله يبارك. ومن شاء فليوتر ب3 ركعتين تاع الشفع ويزيد الوتر يوتر. ومن شاء فليوتر ب1. ولكن الأفضل، هذه داخله في المندوبات، لأنه الأصل صلاة الوتر يوث. من الأفضل، هذا مندوب، أن تكون الوتر مسبوقة بركعتي الشفع. هذا لذلك نلقاوها بعد من المكروهات أن واحد دائما يصلي غير الوتر وما يديرش كاع الشفع. هذا مكروه. المندوب 5: الفصل بينه وبين الشفع بسلام. يعني كما دروك أئمتنا يصلي الشفع ركعتين وبعد يقول السلام عليكم، صح؟ أبري ينوض يدير داغا تكبيرة جديدة صلاة الوتر، أليس كذلك؟ هذا مندوب، وفعل خلاف ذلك جائز. ولا حضرتوا انتم وين يصلي الشفع والوتر؟ ماشي كاين المغرب كاين جلسة هذه. نعم 3 ركعات متتاليات وبعدين يسلم. فهمتوني؟ صافي هذا يجوز. ولكن من المندوب أن واحد يصلي الشفع ركعتين وحدهم يسلم وبعدين يصلي الوتر. إذن الفصل بين صلاة الوتر والشفع بسلام هكذا. لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. توتر له ما قد صلى. المندوب 6: تندب الجماعة في رمضان. تندب الجماعة فيه، أي في صلاة الوتر، في رمضان دون غيره. لماذا؟ أولا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لفعل الصحابة. تلاحظون سادتي أحيانا كنصليو مع الشيخ في التراويح كاين اللي ما يصليش الوتر يريح، الله يعينه، هذا يجوز. ولكن لازم نقولوا بلي إذا صليت مع الإمام الوتر كأنك قمت الليلة كاملة. خاطر ممكن وإلا يولي إذا كنا في 100 بالك 75 كاع يريحوا صافي هكذا يعني. وبعدين بعد نرجع لسؤالك، يعني نلقاو فيه خير كثير إن شاء الله تعالى. من صلى الوتر في أول الليل، أول الليل يعني صلاه بعد مغيب الشفق الأحمر وبعدين رقد وناض، يجوز له باش يقوم الليل تماما يصلي براحته. فقط لا وتران في ليلة، ما يزيدش يدير وتر آخر. معناتها لو كان واحد يرقد 5 دقائق برك رقدهم ناض يجوز. هيا صلينا التراويح، صلينا الشفع، صلينا الوتر، وروحنا للديار رقدنا. واش كتب ربي؟ ساعة، نص ساعة، ساعتين، ولا كي تنوض صلي براحتك، صلي براحتك. فعن أبي سلمة قال: سألت عائشة، يعني سأل عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت:
كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات، ثم يوتر، ثم يصلي ركعتين وهو جالس فإذا أراد إلى آخره. المهم يون ما إلا يتص يكرد هذا يخدم القيام الليل براحته، يقوم الليل براحته. ذا شوري تزال صلاة الوتر خاطر لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة، يوت كم ركعة. من تذكر الوتر أثناء صلاة الصبح، واحد راه في صلاة الصبح كيكون وحده بعدين يقول ما صليتش الوتر. شوف فضل الوتر يقطع صلاة الصبح. هي الأصل ربي قال لا تبطلوا أعمالكم. واحد كيف تدخل في العبادة ما يبطلهاش، كيما يدير بعض الناس اللي عندهم الوسواس، يقول الله أكبر يصلي الظهر بعد يقول يا اسكو صليت قريت الفاتحة ولا لا، ركعت ولا لا، السلام عليكم السلام عليكم. هو بالنسبة ليه باش يغلب الشيطان، هو راه يعطي له قوة للشيطان، يعني ما تسمعلوش للشيطان ولا يكلخ لك الوسواس هذا، ما تقطع صلاتك. ولكن هذا استثناء، اللي صلى دخل في صلاة الصبح بشرط أن يكون فذا منفردا، ماشي مع الإمام بعد تقطع وتروح، لا مع الإمام مريح. كي تكون وحدك تزلط فصليت من الصباح وحدك، من بعد مكتظت باللي والزوار فصليت الوتر اش تخنضقي اقطع صلاة الصبح وبعدين. ولكن إذا ما خفتش خروج الوقت وقت الصبح، باش نربطوا هذا الكلام بما قلناه، إذا خفت لو كان تقطع صلاة الصبح وبعدين صلي الوتر وكذا تروح لك صلاة الصبح، لا صلاة الصبح أولى من صلاة الوتر عند التعارض، عند تعذر الاجتماع أو الجمع بينهما. سادسا مكروهات صلاة الوتر، في 3 مكروهات. الأول الوتر بركعة واحدة بشكل مستمر دون أن تسبق هذه الركعة بركعتي الشفع. وين الظن كان ركعة يوث واحد كان دائما ثقيل مكروه. ذا المكروه الثاني تأخير الوتر إلى الوقت الضروري بلا عذر. إذا كان بعذر لا حرج، ولكن إذا كان بلا عذر فهذا مكروه. وثلاثة وصل الشفع بالوتر من غير سلام، هذاك اللي قلنا هذا عند المالكية مكروه، باش يكون الوصل هذاك 3 ركعات متتالية مع الجواز، ولكن حكمه حكم الكراهة. في كل بالك يديون يبغى يصل هذه جرة كل لا حرج، مادام وري في غاية دائرة المشروعية، ولكن مع حكم الكراهة. الآن نكمل. مادام المصنف ابن عاشر رحمه الله إن وتر كسوف، إذن مباشرة نروح لصلاة الكسوف. سمحوا لي إذا كان ربما لا نختم هذا الموضوع نكمله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أولا الكسوف والخسوف يجمعهما معنى واحد وهو زوال الضوء، يعني ذهاب الضوء كليا أو جزئيا، زوال الضوء كليا أو جزئيا، هذا قاسم مشترك بين الكسوف والخسوف. هكا ما يروح ثفاث، أما بقولنا ثفاث قطيش يشاركيثن الكسوف الخسوف يشاركيثن أرواح انتفاث تروح ثفاث نسن، هذا هو هكا. ولكن جماعة قوية من أهل اللغة قالوا يقولون خسف القمر وكسفت الشمس، خاطر هناك من العلماء من قال لا يجوز باش نقول كسف القمر وخسف الشمس، ولكن جماهير أهل اللغة يقولون بأن الخسوف مربوط بالقمر والكسوف مربوط بالشمس، واللغة لها يعني أهميتها في المجال الفقهي. لذلك سار فقهاؤنا الأجلاء في هذا المنحى أو على هذا المنحى. أولا مشروعية صلاة الكسوف والخسوف نجمعهم في زوج،
كسوف الشمس وخسوف القمر، فهي ثابتة في الحقيقة بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هذه في سورة فصلت الآية 37. وفي السنة ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس. أرصروح النور بوغور ولا ثفاث قطيج ملوج مثم، ولكنهما آيتان، آيات من آيات الله، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. أكثت الظلم، يعني استقبلوا هاتين الآيتين بالصلاة. الحديث صحيح، أخرجه الإمامان، الإمام البخاري والإمام مسلم. والأمة المسلمة أجمعت على مشروعية صلاتي الكسوف والخسوف. ثانيا، الحكمة من مشروعيتهما، لماذا شرعتا؟ علاش ربي سبحانه، علاش الشرع نتاعنا شرع علينا باش نصليو صلاة الكسوف، كسوف الشمس ولا خسوف القمر؟ رقم واحد، الشعور بنعمة الله عز وجل. معناتها هذه نعم الله عز وجل. الشمس مليحة، لو كانت تظهر درك ما نقبلوهاش، ماشي مليحة. نقولوا للشمس انت نحبوك نشوفوك في النهار، في الليل لا، حبينا الليل. والقمر مليح، ولكن ضوء الشمس ما نحبوش في الليل، ورغم أن الشمس عزيزة وغالية ومهمة وكذا. ولكن تصوروا لو كان حياتنا كاع كلها ظلام دامس، ولا كلها نهار بغير ليل، لا شك أن المخلوقات تعيش في حرج شديد. ولكن من حكمة الله عز وجل أن نخلق الليل والنهار. الليل والنهار، الليل ربي جعله سكنة، والنهار جعله ربي سبحانه للعمل للحركة إلى آخر ما تعلمون. إذن الشعور بالنعمة، لفات أنه تتعطل يصرى عطل، نشعر بقيمة النعمة. ويقول المثل: لا نشعر بقيمة النعمة إلا عند زوالها، إما زوالها كاملة أو مؤقتة. لو كان واحد توجع ضرسته في الليل يعرف قيمة العافية وقيمة الهنا، قيمة يضص. كل حاجة ناقصة توري لنا قيمة النعمة. أين يخصني يخص، لو كان يون أتقرأ ثغم السيسيقيض يون يض كان بالك 364 ليلة رقدهم كاع، ليلة وحدة برك يسهر فيها خاطر عنده وجع نتاع الضرسة، خاطر ضرسة نعرفوها كامل وعلى بزاف. ثم تعرف قيمة النعمة، ولا تدرك قيمة النعمة إلا عند زوالها. لذلك مليح الإنسان اللي يحمد ربه يشكر في كل نعمة، خاطر أن الشكر يديم النعم ويبعد النقم، وكفر النعم يزيل النعم ويحل النقم. وربي قال: ولئن شكرتم لأزيدنكم. وين يفغان النعمة غتدوم في اللاس، أما تزمات والصحة الهنا أو كاين ساعة النعم هذه يحمد ربي أثي يشكر باش أذومت. ثلا الحكمة في سناث إبراز الافتقار والتذلل لله عز وجل، الخضوع والاستكانة لله. صرا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمس، ما قالش كسفت الشمس، باش نقول بلي كلاهما موجود يعني مترادفان، ولكن جماهير أهل اللغة ربطوا الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر، فسال الفقهاء في هذا المسألة. ولكن اسمعوا: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. يا نعمي أو ذي الوقت النبي عليه الصلاة والسلام يقال وقيلة يردونيث
بعثت أنا والساعة كهاتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بعثة النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الساعة الصغرى ماشي الكبرى، الصغرى. يقول كان فزع، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا يخشى أن تكون الساعة، فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود. هذا الحديث شاهد من شواهد اللي استشهدوا به في بيان كيفية أداء صلاة الكسوف، والخسوف يعني صفة الصلاة. ورأيته قط وركوع وسجود رأيته قط يفعله، يعني ما شافوش يدير هذا الإطالة. وقال هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته. معنى واش يصير الآن في الكون من خسوف وكسوف، واش يصير كامل الرعد والبراكين والزلازل وكذا، كل هذا لا يحصل لموت أحد أو لحياة أحد، ولكن يخوف الله به عباده باش الإنسان يخاف الله عز وجل، يتذكر بأن هذا الكون له خالق واحد ومدبر واحد. وقد قال ربنا في سورة ياسين في الآية 82 إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يبغى ربي يحرك ثمورتك تيحرك الزلزلة نغ فولكان نغ الأعاصير كل شو ضران تسونامي شو كل شيء زمراس. يرحم ربي ويسينان أمذاني تحبير ربي دبير هكا العبد بالتفكير والله بالتدبير. ولكن يخوف الله به عباده. فإذا رأيتم شيئا من ذلك مثولا شيء من ذلك فافزعوا إلى ذكره، روح تذكر ما ربي ودعائه واستغفاره. الحديث صحيح خرجه الإمامان، الإمام البخاري والإمام مسلم. وللحديث بقية إن شاء الله وقدر في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله.